كما في علمكم وكما في علمك شعبي العزيز، القانون الإسلامي الدولي هو أول قانون ينظم حياة الأفراد مع الجماعة، وحياة الجماعة مع الأفراد، وحياة الحاكمين بالمحكومين، والعكس بالعكس. والبيعة في القانون الإسلامي وإن اكتست دائما واحد العدد ديال الأصناف وديال الأشكال، كانت دائما ماشي بيعة تربط فقط الشخص بالملك أو الشخص بأمير المؤمنين، بل لما كان لأولئك الأشخاص من تمثيل وقوة تمثيل، كانت تربط أولئك الأشخاص وما يمثلونه من قبائل وعشائر وأخطار وأمصار بينهم وبين أمير المؤمنين أو من ولاه الله أمر شؤون المسلمين.